بص، النهارده التلات. سجل الفيديو ده عندك ونتقابل يوم الخميس بعد ماتش الزمالك وبيراميدز. ده ترتيب الدوري. الزمالك اول، راجع كل معنوياته مرتفعه بعد التاهل لنهائي الكونفدراليه. كل فاضل له بس يكسب ماتش بيراميدز عشان يقدر يحسم اللقب. تعالى بقى اقول لك الحقيقه اللي انتوا مش عايزين تصدقوها. الزمالك ولا هيكسب بيراميدز ولا هياخد الدوري. ايوه، انت سمعتني صح. بكل بساطه اللي بياخد الدوري هو الفريق اللي بيعرف يكسب تحت ضغط، فريق متعود على البطولات، فريق اللي لما بيقرب اللقب والضغط بيعرف يخلص. نخش على الترتيب. طيب، الزمالك يوم 23 بعد ما يخسر من بيراميدز هيفضل 46، وبيراميدز 47، والاهلي 44. يوم 27 هيتعادل مع انبي زي ما قلت لك قبل كده بالجون اللي هيجيبه كهربا ابننا، فهيبقى 47. في نفس اليوم انا هلاعب بيراميدز، هدوس على وشه وكلنا هنتساوى في الترتيب. هتجيلي بقى يوم عيد العمال 1 مايو، وكل عمال مصر هيشهدوا على الخرسانة اللي هصبها لك على الناشف. فهركب الدوري وهبقى 50، وانت هترجع لمكانك الطبيعي، كوز او سب كوز. كل سنة نفس القصة، نفس الحماس، نفس التصريحات ونفس الأحلام، وبعدين سنظل أوفياء. ما تنساش سجل الفيديو ده عندك عشان هنتقابل تاني يوم عيد العمال. يكن